حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كامل، محطة على المحطة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم. النهاردة بإذن الله هنكمل كلامنا عن عادات الزواج في الصعيد، وكلامنا في القعدة دي عن تجهيز منزل العروسين. زمان كانت إمكانيات الزواج في الصعيد بسيطة خالص، لأن زي ما قلنا قبل سابق الزواج أغلبه من داخل العيلة، والنظام الأسري في الصعيد بيعتمد على حاجة اسمها العائلة النواة، يعني الجد والأب والابن والحفيد وهكذا، بيكونوا سلسلة متصلة، واللي بيساعد على تواصل النسل بتاعهم ده هو الزواج القرابي. وغالبا الواد اللي هيتجوز بيعيش في بيت أبوه، والبيت ده بيكون فيه إخواته الولاد المتجوزين واللي لسه ما اتجوزوش، سواء ولاد أو بنات، وطبعا أبوه وأمه وجده وجدته. والبيت بيكون على مساحة كبيرة، ومعظم البيوت في الوقت ده كانت مبنية من الطين وطوب اللبن، وكانت البيوت كلها دور أرضي، وقليل قوي اللي ممكن يبني دور تاني فوق بيته، لأن طوب اللبن مش بيستحمل الأدوار الكثيرة، وأغلب الناس كانوا بيبنوا بيوتهم بنفسهم، وخصوصا البيوت الصغيرة. أما البيوت الكبيرة فممكن كانوا يجيبوا عمال بالأجرة يبنوا معاهم. ولما واحد يكون بيبني بيته تلاقي ناس كثيرة من قرايبه أو أصحابه في البلد جايين يساعدوه، اللي يعمل شاي واللي يجيب وكل واللي يساعد في البنى. يعني كان فيه تكافل اجتماعي وتعاون كبير جدا وحب بين الناس. يعني ممكن واحد يبني بيت كامل وما يتكلفش ولا قرش، لأن المواد الخام اللي هيبني بيها من البيئة، يعني بيجيب الطوب اللبن والطينة من غيطه، والناس اللي بتبني بيكونوا أهله وأصحابه اللي بيساعدوه. والبيت كان بيبقى عبارة عن مستطيل أو مربع، والجزء اللي من قدام بيبقى فيه مكان للضيوف يبنوا فيه مصاطب من الطين شبه كنبة الأنطريه دلوقتي عشان الناس تقعد عليها، وبعديها بيبقى فيه أوض للنوم. وفي الجزء الخلفي أو الوراني من البيت بيبقى فيه أوضة بيسموها الخزانة، ودي بيحطوا فيها خزين البيت من دقيق وسمنة وسكر وفلوس وذهب. وبيكون ورا البيت حوش كبير بيحطوا فيه المواشي والطيور، والحوش ده بيبقى في الحيطان بتاعته أماكن صغيرة مفتوحة داخل الحيطان، ودي بيربوا فيها الحمام وبيسموها البنية، وجمعها البناني. وملحق برضو بالحوش فرن من الطين بيخبزوا عليها، وكانون من الطين بيسخنوا عليه المية وبيطبخوا عليه. والبيت بيبقى مسقوف الجزء الأمامي منه واللي فيه أوض النوم بالجريد والطين، وبدال الأعمدة بيحطوا نخلة أو أجزاء من النخلة بيسقفوا عليها الجريد، وبيسموها فلج، واللي هو النخلة مقسومة نصين بشكل طولي. وبرضو الخامات دي كلها من البيئة الزراعية، يعني مش بيشتروها. أما الجزء الخلفي من البيت واللي فيه حوش المواشي والطيور بيكون مسقوف بعيدان الذرة الرفيعة والشامية وبيسموه خص، وأعواد الذرة بيسموها بوص، ودي مهمتها بس حجب أشعة الشمس في الصيف والبرودة الشديدة في الشتاء. أما الأدوات اللي بيستخدموها في المعيشة فبتكون بسيطة جدا، ومنها مثلا كنكة بيعملوا فيها الشاي من النحاس، وزير بيخزنوا فيه المية بيكون من الفخار،
والأدوات اللي بيطبخوا فيها أو بيقدموا فيها الوكل بتكون مصنوعة من الفخار، زي البرام اللي بيطبخوا فيه وهو بيشبه الحلة دلوك، أو المرجسية اللي بيقدموا فيها الوكل ودي بيقولوا عليها دلوك الطاجن. وفيه برضو مفراك الملوخية والبامية واللي بيسموها عندهم الويكة، وده مصنوع من جريد النخل. والملاعق بتكون مصنوعة من الخشب، وكوباية المية بتكون من الألمونيا، وبيكون فيه لمبة من الصاج صغيرة بتشتغل بالجاز وبيسموها لمبة صاروخ، وده بسبب الدخان الكتير اللي بيطلع منها وهي شغالة. وكمان فيه لمبة تاني بس من الجزاز أو الصاج وعليها غطا من الجزاز برضو وبيسموها لمبة بنورة، ودي بيكون دخانها قليل شوية من اللمبة الصاروخ. والحاجات اللي قلتها دي بيشتروها من الفخراني بحاجات بسيطة، يعني مثلا يبيعوا له جزمة جلد قديمة ومقطعة، أو يدوله شوية غلة قمحة أو ذرة، يعني زي نظام المقايضة كده، تبادل سلع بس من غير فلوس. وفي القعدة الجاية بإذن الله هنكمل كلامنا عن تجهيز منزل الزوجية في الصعيد في حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. اقعدوا بالعافية. كنتم مع حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاتة على راديو كيمت، محطة على المحطة. راديو كيمت، محطة على المحطة.